بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع معكم هذه المشاهد لحظة وقوع الزلزال وآثار الدمار الذي خلفه الزلزال. زلزال مروع بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، يهز جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وسوريا عشرات القتلى والمفقودين جراء الزلزال. أفاد مصدر في وزارة الصحة السورية أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال سوريا ارتفع إلى 237 وأكثر من 600 جريح، فيما تحدث المرصد السوري عن نحو 400 قتيل، ومن بين القتلى 8 لاجئين فلسطينيين. وشعر بالزلزال سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر. تفاصيل فاجعة للزلزال: قتل 234 شخصا على الأقل في تركيا، وأصيب 2323 آخرون جراء زلزال بلغت قوته 7.8 درجات ضرب جنوب شرق البلاد الاثنين. ووفق ما أفاد به نائب الرئيس فؤاد أقطاي بأن أكثر من 1000 مبنى انهار بالكامل، ما قد يرفع الحصيلة بشكل كبير. وفي إجراء احترازي قطع الغاز عن المنطقة بكاملها بسبب هزات ارتدادية وخشية وقوع انفجار. وأوضح أقطاي أن 3 على الأقل من قطارات المنطقة أغلقت. وأفادت وكالة فرانس بريس بأن الثلوج وسوء الأحوال الجوية التي تضرب المنطقة تمنع حركة الملاحة في عدة مطارات. وأشارت معلومات مفصلة وفرها نائب الرئيس عن سقوط 70 قتيلا و200 جريح وانهيار 300 مبنى في كهرمان مرعش وفي غازي عنتاب القريبة من الحدود السورية. وصلت الحصيلة إلى 80 قتيلا و600 جريح مع انهيار حوالي 600 مبنى. وحصيلة أولية للمدن التي ضربها الزلزال: 10 قتلى في العثمانية و200 جريح وانهيار 200 مبنى، و4 قتلى في هاتاي و7 جرحى وانهيار 200 مبنى، و13 قتيلا في أديمان و22 جريحا وانهيار مئات الأبنية، و14 قتيلا في ديار بكر و225 جريحا وانهيار حوالي 20 مبنى، و18 قتيلا في شانلي أورفا و200 جريح وانهيار أكثر من 60 مبنى، و47 قتيلا في ملطيا و550 جريحا وانهيار 300 مبنى. تفاصيل أخرى للزلزال: قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش. وقال شاهد من رويترز في ديار بكر الواقع على بعد 350 كيلومترا إلى الشرق إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ. وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو الأعلى في العالم. وفي أواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6 درجات شمالي غرب تركيا موقعا حوالي 50 جريحا وفق أجهزة الإسعاف التركية. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن هناك آلاف المصابين جراء الزلزال، بالإضافة إلى مئات المباني في 7 ولايات تركية تأثرت بالزلزال. ووفقا لهيئة الطوارئ والكوارث التركية إن شدة الزلزال بلغت 7.4 درجات على مقياس ريختر، وكان على عمق 7 كيلومترات، ووقع في الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا. ووقعت عدة زلازل ارتدادية تابعة بلغت قوة إحداها 6.4 درجات في وقت لاحق. وشعر بالزلزال سكان في كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر. ومن جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تقرير له عبر تويتر إن إدارة الكوارث والطوارئ والوحدات الأخرى في حالة تأهب قصوى، مشيرا إلى أنه تم إرسال فرق الإنقاذ على الفور إلى المناطق المتضررة من الزلزال. وتابع: ننسق عملنا بعد الزلزال ونأمل أن نتجاوز هذه الكارثة معا في أقرب وقت ممكن وبأقل قدر من الأضرار. ومن جانبه قال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو إن 6 زلازل تجاوزت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر ضربت البلاد حتى الآن منذ بداية اليوم الأحد. وأضاف سويلو أن الزلازل أثرت على عدة ولايات منها غازي عنتاب وعثمانية وملطية وأديمان وأضنة وديار بكر وكيليس وشانلي أورفا. وتابع أنه تم إرسال فرق الإنقاذ التابعة لنا إلى المنطقة، وتم تجهيز طائرات الشحن وإرسالها إلى المنطقة. وأشار إلى أن البلاد
البلاد أعلنت حالة الإنذار من المستوى الرابع، والذي يتضمن دعوى للمساعدات الدولية. وفي سوريا انهارت عشرات المباني وسقط عشرات القتلى والجرحى في مناطق ريف حلب الشمالي في سوريا وعدد من المدن السورية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به سوريا فجر اليوم الاثنين. وقالت وزارة الصحة السورية عبر صفحتها على فيسبوك أن 111 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 516 شخصا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. وأضافت الوزارة إنه تم إرسال فريق طوارئ مسعفين وأطباء اختصاصيين وعيادات متنقلة مجهزة وسيارات إسعاف وأدوية ومستلزمات إسعافية وجراحية من الإدارة المركزية في دمشق ومحافظات حمص وطرطوس إلى حلب واللاذقية. وتقع تركيا على العديد من الصفائح التكتونية مما يجعلها نقطة ساخنة للنشاط الزلزالي. وضرب واحد من أخطر الزلازل في السنوات الماضية في تشرين الأول أكتوبر 2020 مدينة إزمير على بحر إيجي وتسبب في وفاة أكثر من 100 شخص. وفي تشرين الثاني نوفمبر 1999 أسفر زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر عن مقتل نحو 900 شخص في دوزجة. وفي أيلول سبتمبر من العام نفسه أودى زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجات بحياة آلاف الأشخاص في المنطقة المحيطة بمدينة إزميت الصناعية. بدورها خفضت السلطات الإيطالية مستوى تحذير من موجات مد بحري عاتية تسونامي في جنوب البلاد كانت قد أطلقته بعد زلزال قوي هز وسط تركيا وشمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص. هذا وأعلنت الولايات المتحدة استعدادها لتقديم كل المساعدات اللازمة لتركيا على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد فجر الاثنين. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولوفان في بيان إن الولايات المتحدة قلقة بشدة بحيال التقارير الواردة عن الزلزال المدمر اليوم في تركيا وسوريا. وأضاف: نحن مستعدون لتقديم كل المساعدة اللازمة. ولفت أن الرئيس جو بايدن وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء الحكوميين الآخرين لتقييم خيارات الاستجابة الأمريكية الممكنة لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررا. وتابع: سنواصل مراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع الحكومة التركية. ونتابع معكم آخر الأخبار العاجلة. أثناء إعداد التقرير ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 1014 قتيلا و7000 مصاب. وهزة ارتدادية تضرب مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا. وهزة ارتدادية تضرب مدينة شانلي أورفا جنوبي تركيا. ووسائل إعلام سورية رسمية هزة أرضية في دمشق واللاذقية وعدد من المحافظات. الدفاع المدني السوري ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 221 قتيلا. والدفاع المدني السوري عدد القتلى والجرحى جراء الزلزال مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وصعوبات كبيرة تواجه فرق الإنقاذ وحاجة ملحة لمعدات إنقاذ ثقيلة. والدفاع المدني السوري في شمال سوريا ندعو السكان لإخلاء الأبنية السكنية والتوجه إلى الأماكن المفتوحة. ومرصد الزلازل الأوروبي هز بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر ضربت وسط تركيا. ونقلا عن رويترز وسائل إعلام تركيا إغلاق مطار أضنا بجنوب تركيا أمام الرحلات الجوية حتى إشعار آخر. والمتحدث باسم الناتو: نتضامن مع تركيا ونحشد لها الدعم في أعقاب الزلزال. الأناضول عن الطوارئ التركية: لا خطر من موجات التسونامي في سواحل البلاد المطلة على البحر المتوسط. شكرا لكم على هذا الاستمرار المتواصل في دعمنا ومشاهدة المقاطع حتى النهاية واستمراركم في الإعجاب في المقاطع. يمكنكم الانضمام لصفحتنا على تليجرام لمشاهدة كافة المقاطع عن الزلزال والحرب الروسية الأوكرانية. شكرا لكم.